السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. لحظة الوداع بين مدام هناء واخوها وولاد اخوها. ولاد اخوها متعلقين بيها جدا جدا، يعني حسوا ان عمتهم دي زي ما هم بيقولوا مش عمتنا بس، لا دي اختنا، دي صاحبتنا. البنات كانت بتبكي، البنات مامتهم بتقول كانوا بيبكوا طول ما هم قاعدين بيبكوا، زعلانين حزنانين ان عمتهم ماشيه، اتعودوا على وجودها، فرحانين بيها، بتقعد تتكلم معاهم وتهزر وتضحك وتلعب معاهم، فالبنات اتعلقوا بيها، حسوا بحنيه عمتهم عليها. ومدام شيماء حبت مدام هناء قوي. صحيح هم بيحبوا بعض من زمان، يعني بتحبها، بتحب مرات اخوها ومرات اخوها بتحبها، بس ما عاشوش مع بعض المدة اللي عاشوها مع بعض دلوقتي. كانت مدام هناء مثلا بتروح تقعد يوم واحد وتمشي، غير الوقت ده، غير دلوقتي قاعدة بقالها مدة معاهم، فعايشة معاهم، فهم عرفوا بعض كويس قوي وقربوا من بعض كويس قوي، فحسوا بحنية مدام هناء، ومدام هناء حست بدفء العيلة، فعشان كده كلهم متأثرين جدا بمدام هناء. مدام هناء سلمت عليهم وخدت بعضها ومشيت، سافرت على القاهرة. طبعا ما تقدرش تيجي القاهرة، تيجي مصر وما تروحش القاهرة. سافرت، وطبعا نزلت في شقة، بس هي ما قالت لناش الشقة دي مثلا بتاعت حد من قرايبها ولا هي مأجراها ولا ايه، بس كل اللي قالته وهي طالعة في الأسانسير ان في بنوتة عرفتها، وبقت مش مصدقة نفسها ان هي قابلت مغتربة في فرنسا، لدرجة قالت لها لازم تسلمي على ماما. ده حتى ماما لو رحنا لها دلوقتي هتلاقيها فاتحة الفيديوهات بتاعتك وبتتفرج عليها. راحت سلمت على الست، بيقولك كانوا يعني فرحانين جدا بمدام هناء، لدرجة كانوا عايزينها تخش تتعشى عندهم وكده. وطبعا مدام هناء جاية تعبانة ومش قادرة، فطلعت شقتها، قالت هتحب تاخد دش، تحب تروق يعني وكده وتتعشى معانا. فهي يا عيني من تعبها ما قدرتش، قعدت اتعشت معانا وفرجتنا على الشقة حلوة ما شاء الله على النيل. فهي واضح كده ان مدام هناء هتقعد فيها شوية. انا شفت ناس بيقولوا طب ليه هي ما نزلتش في شقة الدقي؟ الله اعلم، الله اعلم هي ايه ليه ما نزلتش في شقة اهلها اللي في الدقي. ممكن هي عايزة تغير يا جماعة، ممكن يكون في سبب اللي هي خلاها تنزل في الشقة دي، ما نزلتش في شقة الدقي. ممكن تكون الشقة دي قريبة من مكان ما، او قريبة من اخواتها مثلا، اللي اعرفوا ان اخواتها في 6 اكتوبر او في الشيخ زايد، مش عارفة. فاكيد في سبب ان مدام هناء خدت المكان ده. ايا كان السبب، ربنا يكرمها ان شاء الله وتبقى مبسوطة جدا وتقضي اجازة سعيدة ان شاء الله باذن الله يا مدام هناء. وعايزين بقى نشوف فيديوهاتك ومفاجآتك اللي احنا متعودين عليها، وان شاء الله تقضي اجازة سعيدة. بالنسبة بقى للناس اللي مش سايبين مدام هناء، اكيد بقى هيقعدوا يتكلموا على الشقة، ومين ادها الشقة وجابت الشقة. انا سمعت ان في ناس بيقولوا شكل الشقة لا على النيل ولا حاجة. طب يعني هي مدام هناء هتكذب تقول الشقة على النيل وما تطلعش على النيل؟ يعني هتبقى جايبة شقة هتقول لكم مثلا على النيل وهي طالعة بص على الترعة؟ ما بكرة مدام هناء تفتح الشبابيك وتوريكم ان هي طالعة على النيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأكيد هيقعدوا بقى يألفوا، ده تلاقي حد من متابعينها، ده تلاقي حد جايبها لها تقعد فيها مديها لها هدية، ده هي هناء هتدفع المبلغ ده كله في شقة. ما تدفعش ليه يا جماعة؟ ايه المشكلة انها تدفع؟ وبعدين حتى لو حد مقعدها فيها كده مستضيفها فيها، ايه المشكلة؟ يعني تبقى حلوة لينا لما حد يستضيفنا وننزل في شقة، وتبقى وحشة لما مدام هناء حد يستضيفها وتنزل في شقة.
ونقعد ناكل في بعض ونقول دي مين اللي جابها لها ومش مين اللي جابها لها. احنا مالنا بالقصة دي؟ الست طلعت قالت الشقة دي مين جايبها لها، اهلا وسهلا. الست ما قالتش، برضك اهلا وسهلا. ما نقعدش احنا بقى عمالين نلف حوالين نفسينا مين جايب لها الشقة، جابت الشقة دي منين، هي ما تدفعش تمن شقة على النيل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هناء رغم انها قالت انها تعبانه هتخش ترتاح من السفر وكده، ما قدرتش، فنزلت تتمشى بالليل في شوارع الزمالك. فما شاء الله عليها يعني مدام هناء، ربنا يديها الصحه يا رب. ما قدرتش تتحمل انها تقعد وما تنزلش تتفرج، فنزلت اتمشت شويه في شوارع الزمالك. كانت عايزة تشرب عصير قصب وتشرب مانجا، مع انها بتقول ان انا كنت اكلت، بس لما لقت بتاع الشاورما الريحة بتاعتها طبعا عجبتها، فراحت جابت سندوتشات. حتى هي بتقول ما قدرتش اكملهم ونامت، وصحيت الصبح بردك بدري جري على فين، على الكلية بتاعتها. نفسها ومشتاقة ان هي تشوف الكلية بتاعتها، كلية الفنون الجميلة. وكانت ماشية في الشارع وعمالة تتذكر أيام زمان، وكانت حاطة إيدها على قلبها وخايفة إنها توصل لحد هناك وما يرضوش يدخلوها الكلية. طبعا بتفتكر أيام ما كانت لسه صغنونة هي وصحابها. الأيام بتبقى جميلة جدا يا جماعة. في أيام الجامعة دي ذكريات حلوة مش ممكن تتنسي أبدا. فطبعا الحمد لله مدام هناء دخلت. طبعا في أمن بيبقى موجود، قدرت تدخل، وكمان استأذنتهم إن هي تصور. فطبعا مدام هناء السعادة يعني ما شاء الله باين عليها ان هي مبسوطة جدا يعني. فما شاء الله على الكلية بتاعت مدام هناء، روعة يعني، كلية حلوة جدا جدا. قعدت بقى تشرح لنا هنا كان في كذا وهنا كان في كذا وهنا كان في بنقعد ناكل هنا وبنقعد نرسم في المكان. قعدت تورينا قسم القسم طبعا اللي مفتوح، وقعدت تفتكر هي واصحابها كانوا بياكلوا فين وبيقعدوا فين. ايام حلوة وايام جميلة. وحتى بردك من ضمن ذكرياتها ان هي افتكرت ان فنان هاني شاكر جه عمل اغنية هنا في نفس المكان في نفس الجامعة يعني. حتى مدام هناء نسيت الاسم الأغنية، كتر خيرها. أغنية حتى هي قالت للمتابعين يا ريت تفكروني باسم الأغنية، أغنية معقول نتقابل تاني، تقريبا مع فنانة اسمها رندا تقريبا كده. ربنا يبارك فيك يا مدام هناء ان انت لسه فاكره، والله كتر خيرك ان انت فاكره كل الحاجات دي بعد مرور السنين الطويله دي. المهم ان هي جولة جميلة جدا في الكلية. ومدام هناء يا عيني من كتر لفها وطلوع السلم ونزول السلم عمالة بتنهج، نفسها عالي جدا جدا. كتر خيرها والله، كتر خيرها. بس صراحة جولة جميلة جدا جدا يعني. اهي مدام هناء اهي الكلية اللي متخرجة فيها، عشان ما حدش يقول كلية ايه اللي متخرجة منها، ده مش متخرجة من كلية ولا حاجة. ادي مدام هناء اهي الكلية اللي اتخرجت منها، دخلتها وشرحت هنا في ايه وهنا في ايه وهنا في ايه. في حد بقى يقدر دلوقتي يقول ان مدام هناء مش خريجة كلية الفنون؟ يا ريت بقى نهدى على نفسنا شوية كده، يا ريت نهدى على نفسنا شوية. وانت يا مدام هناء ربنا يبارك فيكي ويديك الصحة، وتفرحي كده وتتبسطي في مصر وتعيدي ذكرياتك وتقعدي كده لحد رمضان. تقعدي كده تقعدي تحضري رمضان في مصر حاجة تانية يا مدام هناء. يعني مهما تسافري في اي بلد عمرك ما هتحسي بجمال رمضان زي ما انت هتحسي بيه في مصر. ان شاء الله تاخدي ان شاء الله حتى كذا يوم في رمضان كده، اكيد اكيد ياسمين وفيروز وحشينك، فربنا يبارك لك فيهم ويخليهم لك يا رب. فيلا بقى يا بنات عشان انا ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع الف سلامه.